مش عارف عندك المعلومة ولا لأ. طائرات الإيرباص A380 أشهر طائرات العالم، يصل وزنها لحوالي 560 ألف كيلو جرام. متخيل وزن طيارة زيادة عن نص مليار جرام. السؤال هنا بقى، إزاي الكتلة دي مرفوعة في الهواء كده وطايرة عادي؟ خلينا متفقين ان الطائرات عشان تطير هتكون متأثرة بأربع أنواع من القوة: قوة الدفع للأمام، وقوة الاحتكاك مع الهواء، وقوة الوزن اللي بيشدها لأسفل، وقوة الرفع لأعلى. فالأربع قوة دول بيساهموا مع بعض للتحليق. ايه هي القوة دي بقى بالتفصيل؟ قوة الدفع هي القوة المحركة في اتجاه الحركة المطلوبة، ودي بيتم إنشائها عن طريق مروحة أو محرك نفاث أو صاروخ. اللي بيحصل ان الهواء اللي بيتسحب من قدام ويدخل أنظمة الدفع دي بيتم دفعه بشدة للخارج عكس اتجاه حركة الطائرة، فيتم اندفاعها لقدام. والكلام ده بالمناسبة بيبقى واضح في المراوح المنزلية والشفاط، بيحصل بنفس المبدأ بالظبط، سحب الهواء من جهة ودفعها في الاتجاه التاني. ولو قوة الدفع كبيرة حبتين هتلاقي المروحة بتندفع وبتتحرك حرفيا. أما النوع التاني قوة الاحتكاك، ودي القوة المضادة لقوة الدفع، تعمل عكس اتجاه الحركة وبتميل لإبطاء الجسم. والنوع ده من القوة بيتأثر بالضغط الجوي وحركة الرياح، فكل ما كان الرياح أقوى كل ما كان الاحتكاك أكبر، فهي بتتأثر بيها حدة واتجاها. مثال على الكلام ده، لما تيجي تخرج ايدك من شباك العربية بتلاقي ايدك بترجع لورا، متأثرة طبعا بقوة الاحتكاك. أما نوع القوة الثالث قوة الوزن، ودي القوة اللي بيتم إنشائها في أي جسم بسبب قوة جذب الأرض لهذا الجسم. أخيرا بقى النوع الرابع من القوة اللي بتساهم معايا في تحليق أي طائرة هي الرفع، ودي المسؤولة عن حملها عن طريق الأجنحة في أغلب الأحيان. اللي بيحصل إن مع السرعات العالية بالقدر المناسب بيتخلخل الهواء فوق الأجنحة، فيقل ضغط الهواء فوق الجناح ويزيد الضغط ده تحت، ونتيجة لفرق الضغط ده بين فوق وتحت هتتحرك الطائرة من الموضع ذات الضغط الأكبر للهواء إلى الموضع ذات الضغط الأقل فترتفع. بس علشان الكلام ده يحصل في شروط كان لازم تتحقق. أولهم إن الجناحان لازم يكونوا في مستوى واحد علشان ما يحصلش في واحدة من الجناحين معدل رفع أكبر من التانية فتميل الطائرة. وتاني شرط إن يبقى السطح العلوي للجناح ده أكثر تقوسا من السطح السفلي. ليه؟ علشان يحصل فوق الجناح تدفق أسرع للهواء فيحصل تخلخل وانهيار لعمود الهواء بمعدل أكبر من تحت، وبكده هنحقق فكرة اختلاف الضغط، هتلاقي الضغط فوق أقل من تحت. أما الشرط الثالث بقى والأخير إن يبقى الجناح مائل لأعلى في مواجهة الهواء علشان يقصر مسار الهواء تحت الجناح ويطول فوقه، فتقلل سرعة الهواء ده عن فوق اللي تقريبا شبه مش هيعاني من أي مقاومة ليه، وبالتالي هيحصل توليد قوة دفع على الجناح من أسفل إلى أعلى فترتفع الطائرة في الهواء. وطبعا كل ما زادت سرعة الطائرة كل ما زادت قوة الرفع على الجناح، فعشان كده لا ترتفع الطائرات إلى الجو في السرعات البطيئة، وبالتالي كان لازم يبقى ممر الإقلاع بالطول المناسب علشان تاخد الطائرة وقتها لاكتساب السرعة الكافية لتوليد قوة الرفع المناسبة. طب بنتحكم في ارتفاعها وهبوطها بقى ازاي؟ طريقة عمل الأربع قوى دول بيعتمد على قانون نيوتن الثالث، قانون الفعل ورد الفعل، واللي بينص على إن لكل فعل رد فعل، تحسها جملة تكاتك، مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فلو لاحظت هتلاقي إن كل قوة لها قوة معاكسة تعمل ضدها. فعل الرفع الأعلى رد فعل الوزن الأسفل، وفعل الدفع للأمام رد فعل الاحتكاك والمقاومة للخلف. فتناغم بقى كل فعل مع رد فعله ده هيخلي الطائرة تقوم بمهام محددة. يعني مثلا لو كان قوة الرفع مع الدفع أكبر من الوزن مع الاحتكاك هيحصل الإقلاع للطائرة، ولو حصل توازن بين القوة دي هتحلق في اتجاه مستوي. أما بقى لو كان الوزن والاحتكاك أكبر من الرفع والدفع هيحصل هبوط للطائرة.